السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ انا النهاردة اتكلم عن رؤية القبعة في المنام او الطاقية، علشان هي كتير جاتلي في التعليقات وكتير بتتكتب لي في البث. بص يا حبايبي، القبعة او الطاقية دي من احب الرؤى او من الرؤى الجميلة. يعني لو راجل شاف نفسه ان هو بيشتري طاقية او لابس الطاقية دي او القبعة دي، فده بيبقى عمل جديد داخل عليه او علو في شغله او مال داخل عليه او ميراث هياخده او رزق جايله، بس حاجة كويسة وحاجة في علو شأنه. طيب لو القبعة دي نضيفة وكويسة، ده مال ورزق وحاجة مناسبة سعيدة داخلة عليه. اما المستحب غير مستحب في القبعة اللي هي تكون وسخة او متقطعة، ده بيبقى يعني حاجة غير محمودة، فلوس هتضيع منه، مش هتجيله ميراث، مش هياخده، داخل على مشاكل، هيسيب شغله، هيعمل مشروعه ومش هيكمله. دي رؤية القبعة ان كانت وسخة او متقطعة، ولو وقعت منه ضاعت وما لقاهاش برضو، ضيع رزق وضيع فلوس منه. بالنسبة للست المتزوجة، القبعة دي لما تشوفها ببقى علو في لابساها، بتبقى علو في شأن جوزها. هيبقى عندها، لو عندها ابنها في مدرسة، يعني دراسة، هيبقى نجاح ابنها وهينجح بتفوق، فلوس جاية لها وعايدة عليها، علو في وظيفتها، هتبقى في مكانة عالية لو هي لابسة القبعة، والقبعة كده جميلة كده وهي مبسوطة بيها. طيب بالنسبة للبنت العزباء، ده اللي هي لابسة قبعة ولونها أبيض وشايفاها جميلة عليها، ده بيبقى جواز لها قريب أو خطوبة قريبة، بس من الشخص اللي هي بتحبه، اللي هو هيكون بينها وبينه عاطفة. تعرف على طول هي هتاخد الشخص اللي هي بتحبه، لأن يعني حاجة فوق راسها، من فوق حاجة هي بتتمناها، أمنية حياتها، فبتبقى تتحقق. بالنسبة بقى الألوان القبعة أو الطاقية، أجمل لون فيها اللون الأبيض، دلل على الدين ودلل على الفرحة ودلل على الهدوء ودلل على الرزق ودلل على ميراث هتاخدوه وجايلكوا، حاجة انتم مستنينها هتجيلكوا. أما اللون الأسود، دي دليل على لا قدر الله حدوث حد يكون هيتوفى، شخص قريب هيتوفى، اللي هي القبعة السوداء أو الطاقية السوداء. أما بالنسبة للطاقية الحمراء، فده بتبقى هتمر بشوية معاناة أو ظروف أو شوية مشاكل أو ظروف ضيقة هتمروا بيها. هنقول اللون الأحمر بيدل على العاطفة، يعني على الحب والبتاع، مش في القبعة، مش في الطاقية، تمام، لأن اللون الأحمر بيختلف كتير في جميع الرؤى. بالنسبة لو واحدة متزوجة وما حملتش وما حصلش حمل وبتدور على الحمل وشافت القبعة، أبشري إن في حمل جايلك وهيكون ولد، وربنا يكرمك بولد يكون جميل. لو القبعة دي بيضة كمان، هيبقى ولد جميل جدا، ويبقى له علو في شأنه. فدي رؤية القبعة يا جماعة أو الطاقية، ماشي، والله أعلى وأعلم. يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس، واللي عنده أي استفسار أو أي رؤية يخش على تحت الفيديو في الكومنتات والتعليقات، يكتب لي، وإن شاء الله أنا هكون معاكم وهرد عليكم بإذن الله.
واللي عنده اي رؤية خاصة بيه عندكم رقمي في صندوق الوصف، خشوا في صندوق الوصف خدوا الرقم وتواصلوا معايا على الواتس.